اخواتي السلام عليكم. فيديو دلوقتي عن اسئله كتير برضو بتجيني، فانا بعمل الفيديو بختصر فيه اسئله الناس الكتيره، يعني برد على الناس دي كلها بفيديو. انا اسئلتكم على راسي، كل الكومنتات بقراها والله، تحت امركم في اي حاجه. فيديو النهارده عن الشغل هنا في ارمينيا. الشغل قلنا متاح واتكلمنا فيه وكل حاجه، والعمله وازاي ومش ازاي. في ناس كتير بتفكرني ان انا مكتب سفاري بصفر. انا لا ليا علاقه ولا بسفاري ولا ليا علاقه ان انت تيجي هنا واخد منك عموله. انا مش عايز اي حاجه منك لوجه الله، يعني ده كله لوجه الله. موضوع السفر بتاعنا بالنسبه لي انا عن تجربتي انا جه ازاي. بتقدم انت في السفاره الالمانيه، عايز تروح مكتب، ممكن اكتب لك الوصف بتاع مكتب راجل محترم انا عن نفسي اتعاملت معاه، ما بياخدش كتير يعني. التقديم اونلاين يعني وانت قاعد بالموبايل كده بتخش على السفاره الارمينيه، بتقدم ان انا عايز اسافر، ايه الورق المطلوب. بيقول لك صورتين 4 في 6 خلفيه بيضاء، صوره جواز سفر، موقفك من التجنيد. ادي ال3 حاجات خلصنا منهم. تاني يوم او في نفس اليوم يبعت لك رساله تانية، حول لي $6، يعني حوالي 300 جنيه مصري. حولت له 300 جنيه مصري او $6 زي ما هم طالبين. بيرد عليك بعد 3 ايام. بعد ال3 ايام يا بالقبول يا بالرفض. طب هنا في رفض، ثانك يو. بالرفض ليك مرتين 2 بتعمل فيهم حاجه اسمها تظلم. انت بتتظلم ان انت اترفضت ليه. انا الحمد لله من اول مره اقول الحمد لله، فضل من ربنا. وهي بتقبل، يعني هي محتاجه عماله اصلا، والدوله دي كلها على بعضها كده لك ان تتخيل 3 مليون مواطن، 97% منهم مسيحيين و3% مسلمين ويهود. الدوله دي كلها من اول القوقاز لحدود تركيا لحدود روسيا، كلها كده على بعضها 3 مليون نسمة. وأربيجان 3 مليون. فهم محتاجين عمال، عايزين يعمروا البلد يعني. يعني كان فيها حرب وناس منها مات كتير وكده. ادي الشغلانة. قدمت بقى انت في السفارة، اتقبلت، بيبعت لك التأشيرة بتاعتي جات لي على الموبايل. رحت طبعتها سكانر من ايام الطباعة ايام مكتبها، طبعتها. رحت بالتأشيرة بتاعتي لمكتب اللي هم بتوع السفر دول، حجزت طيران، في طيران كذا، ترانزيت كذا، طيران كذا، ترانزيت كذا. اهم شيء في الموضوع ده بقى تبعده عن ترانزيت اتحاد اوروبي. ليه؟ هتحجز وهتطير من مصر، هتيجي تنزل ترانزيت اي دولة اوروبية، هيرجعوك تاني بلدك اللي انت جيت منها، تذكرة الطيران راحت عليك، يبقى كأنك ابو زيت من غزير. طيب اعمل ايه؟ اي اتحاد اوروبي. يعني الترانزيت بتاعي كان الدوحة القطرية، يعني الترانزيت بتاعنا الدوحة، تنزل على دولة عربية ترانزيت، بتاخدوا الحقائب منك، شنطة 7 كيلو وشنطة 23 في بطن الطيارة، وال7 كيلو تبقى على كتفك في قلب الطيارة فوق، تاخد فيها متعلقاتك الشخصية. بس ادي الموضوع، وبالسلامة وبالتوفيق للجميع. واي سؤال انا تحت امركم.